الله، ايه اللي بتعمليه ده يا طنط؟ زي ما انت شايفه بحط هدومك في الشنط. هو ايه المناسبة؟ عشان هتسافري. هسافر؟ ايوه هتسافري. كده يعني حضرتك مصممة؟ ايوه مصممه، لاني ام، والام مش ممكن تشوف بنتها تعيسه وتفضل ساكته. تعيسة منين بس؟ انا مش شايفة ان امينة تعيسة ابدا. وانتش عرفك بامينه؟ تعرفي ايه عن شعورها؟ تعرفي ايه عن العذاب اللي بتحس بيه الست لما تكون وحشه؟ ها؟ حد كان يعرف شعوري انا ايه لما كنت في سنها؟ ابدا ابدا. الست الوحشه عمرها ما تعترف بانها وحشه، لكن بتبقى عارفه نفسها كويس وبتكتم في قلبها. الرجاله لما كنت بقف جنبهم ما كانوش بيحسوا بوجودي، لكن ساعه ما تمر واحده تانية قدامهم تتبحلق عينيهم وتتفك عقده لسانهم. وايه السبب؟ لان الست التانية حلوه وجميله وانا وحشه. ولما كنت بطلع الاتوبيس ويكون زحمه ما حدش كان بيوقف لي عشان اخد مطرحه، انما لو طلعت واحده تانية غيري كانت الرجاله كلها بتقف لها. عشان ايه؟ عشان الست التانية كانت حلوه وجميله وانا وحشه. امينه مش لازم تمر بالتجربه اللي انا مريت بيها ابدا. تجربة ايه بس؟ تجربة ايه؟ التجربه اللي انا مريت بيها مع مامتك. ماما؟ ارجوكي بلاش تجيبي سيرة ماما، وكفاية اللي قالتهولي عنك. وقالت لك ايه عني؟ مفيش داعي، اللي قالتهولي. لا، لازم اعرف قالت لك ايه عني. اتكلمي. انت اخر واحدة تتكلم عن ماما. كفاية العذاب اللي شافته منك. مني انا؟ ايوه منك انت. دلوقتي خايفة على قلب بنتك لا ينجرح. ما فكرتيش في قلب اختك اللي جرحتيه؟ هي كمان كانت بتحب واحد زي ما امينة بتحب عادل دلوقتي. تقدري تقولي لي عملتي ايه مع الراجل ده؟ انكري اذا كنتي تقدري. انا مش فاهمه انت بتتكلمي عن ايه. بتكلم عن الراجل اللي سرقتيه منها. بتكلم عن انكل عبد القادر. فاكره لما عرفت ان عيلته مديونه وهيتخرب بيتها انتهزتي الفرصه وعقدتي الصفقه القذره؟ تدفعي الديون اللي على عيلته وهو يتجوزك. كفايه قوي. انا سبتك تتكلمي كتير، لكن كل شيء وله حد. دلوقتي جه دورك علشان تسمعيني. انا ما عذبتش والدتك زي ما بتقولي، بالعكس دي هي اللي عذبتني. من يوم ما اتولدنا واحنا بنحارب بعض، هي بتهاجم بجمالها وانا بدافع عن وحشتي. كل الرجاله كانوا بيبصوا لي، كانت بتاخدهم مني لحد ما خلتني يئست من الحياه. وفي يوم اتعرفت بعبد القادر وحبيته وكان املي في الحياه. وفجاه ظهرت والدتك وفضلت تشغله لغايه ما حسيت انه هيضيع من ايدي. اترجيتها، ايوه اترجيتها هنا في نفس الاوضه دي. اترجيتها انها تسيبهولي، لكن ما رضيتش. مش ممكن ابدا، مش ممكن ماما تعمل كده. في الوقت ده صممت اني انا لازم اشتري عبد القادر بفلوسي واحارب الجمال بالمال. ايوه اشتريت عيلته كلها بفلوسي. انا كنت عارفه ان عبد القادر بيكرهني، لكن ده ما كانش يهمني قد ما كان يهمني اني انا انتقم. زينات، لاخر مره بقولك سيبي البيت. وانا لاخر مره بقولك لا، مش هسيب عادل كمان. عادل؟ انت؟ ايوه انا بحبه. وامينه؟ ما تهمنيش. لا لازم تهمك، وانا هعرف ازاي اخرجك من البيت. انت بتهدديني؟ اخرجي من بيتي يا حربايه يا خربت البيوت. الله، تعالي هنا، تعالي. رايحه فين؟ فوتي قدامي. الله ايه ازاي ده؟ حفيظه انت بتعملي ايه؟ الحقني يا انكل. الله زينات يا بنتي. الله دي وقعت. زينات. هو الدكتور لسه عند زينات؟ لا نزل خلاص. وقال ايه؟ قال انها احسن من امبارح، بس لازم ننقلها في اوضه دافيه شويه. بكره ان شاء الله، بكره ننقلها في الاوضه القبليه. سمعت يا حفيظه الدكتور قال ايه؟ لازم ننقل زينات في اوضه دافيه، احسن الاوضه اللي كانت قاعده فيها عامله زي الثلاجه. وتفتكر ننقلها فين؟ في اوضتي هنا مثلا؟ في الحقيقه ان اوضتك دي ادفى اوضه في البيت. بس انت عارف اني ما احبش انايم حد معايا في الاوضه. ايوه لكن زينات دي مش اي حد، دي بنت اختك.
على كيفك يا عبد القادر، اعمل اللي انت عايز تعمله. احنا هنجيب السير بتاعها هنا يا امينه، انا هروح احاول اصحيها. تفتكري الأوضة هتساعي يا ماما؟ هتساعي يا امين، بس روح انت نامي دلوقتي احسن انت ما نمتيش امبارح بالليل والتعب باين عليكي قوي. حاضر يا ماما، بس أنا كنت عايزه ايه يا امينه؟ كنت عايزة أتكلم مع حضرتك بخصوص ايه؟ بخصوص عادل يا ماما. انت ما خدتيش بالك من ساعة ما زينات جات لها الأزمة؟ شفتي كان قد إيه مخضوض عليها ووشه كان أصفر؟ أنا عمري ما شفته بالشكل ده أبدا يا ماما. هو في الحقيقه كان خايف عليها قوي ومهتم بيها زياده عن اللزوم. قولي لي بصراحة يا ماما، تفتكري إن عادل وزينات انت بتقولي ايه يا امينه؟ ما هو لو حصل وكان بينهم أي حاجة أنا هموت نفسي يا ماما. وايه بس اللي يخليكي تفتكري كده؟ لا يا امينه، لا لا، انا ما احبش اشوفك بتفكري بالشكل ده ابدا. انا عاوزاكي تبعدي الافكار الوحشه دي عنك خالص، ودايما كده تكوني متفائله اكتر من كده، فاهمه ولا لا؟ أيوة يا ماما. الظاهر ان اليومين اللي فاتوا دول خلوكي عصبيه شويه. هو عادل لسه هنا؟ أيوة، لكن هيمشي دلوقتي. طيب روحي سلمي عليه وخشي نامي احسن انتي محتاجه للراحه قوي. أنا أنا مش عارفة من غيرك كنت عملت إيه يا ماما. حق عليا انا اللي دلعتك، كان لازم اخليكي تعتمدي على نفسك اكتر من كده. النهايه خشي نامي دلوقتي وما تصحيش الا لما تستكفي نوم. ادخل. عن إذنكم أنا ماشي بقى، بس أرجوكوا إذا تعبت زينات بالليل ولا حاجة ابقوا اندهولي. هو أنت مش هتدخلي تنامي ولا إيه يا أمينة؟ أنام؟ أيوة، أصلي كنت عاوز أكلم مامتك في موضوع قالهولي الدكتور. هو الدكتور قال حاجة؟ لا أبدا مفيش حاجة، عاوز يعرف بس شوية معلومات. اتفضلي أنت، تصبحي على خير. وأنت من أهله يا عيني. عاوز تقول ايه يا عادل؟ طبعا أنت حسيتي إن حكاية الدكتور دي مش هي اللي أنا عاوز أكلمك فيها. طبعا. أنا كنت عاوز أقول لك يا حافظة هانم إني مش هقدر أتجوز أمينة بنتك. مش هتقدر تتجوز أمينة بنتي؟ لا مش هقدر أتجوزها. ازاي؟ ده انت من قيمة شهر واحد بس كنت خاطبها. الكلام ده كان من شهر فات. شهر؟ قصدك تقول ان الكلام ده كان من قبل ما تيجي زينات؟ أيوة غصب عني، مش قادر، بحبها من كل قلبي. وهي يا ترى عرفت انك بتحبها؟ لا لسه، لكن هقول لها أول ما تقوم بالسلام إن شاء الله. وتفتكر ان زينات وهي عيانة بالشكل ده هتقدر تكون لك أسرة؟ أنا مش عاوز يكون ليا أسرة، أنا عاوز زينات وبس. يا ترى فكرت في نتيجة الكلام اللي بتقوله ده؟ أيوة فكرت. وعارف إيه اللي هيحصل لأمينة؟ أمينة لسه صغيرة وأنا واثق إنها هتنساني. بالسهولة دي؟ على العموم أنا ما أقدرش أضحي بحياتي عشانها. لكن ما عندكش مانع إن الناس تضحي بحياتها علشانك، مش كده؟ ما تنساش يا أستاذ عادل إني أنقذت عيلتك من الإفلاس. أنا عارف يا حفيظة هانم إنك تقدري تخربي بيتي تاني، لكن أنا أرجوكي تقدري موقفي عشان خاطر بنتك، لأني لو اتجوزتها وأنا في الحالة دي هكرهها، تأكدي إن أنا هكرهها. وأنت طبعا ما تحبيش لبنتك كده أبدا. زينات هي حب الأول والأخير. تصوري امبارح لما أغمى عليها وكانت بين الحياة والموت، كنت هتجنن، ما بقتش قادر أبص لأمين. بالعكس، ده يمكن موت زينات هو اللي يخليك تبص لأمين. خلاص يا حفيظه وضبت الاوضه؟ الصباح رواح يا عبد القادر. معلوم انا كمان رحت لقيتها نايمه، ما حبيتش اصحيها، خليها بقى للصبح. انت سمعت الاخبار الجديده يا عبد القادر؟ اخبار ايه؟ عادل مش هيتجوز امينه. عادل مش بتقول ايه؟ بقول عادل مش هيتجوز امينه لانه بيحب زينات، واول ما هتخف هياخدوا بعضهم ويسافروا. انت بتقولي ايه؟ صحيح بتحب زينات يا عادل؟ أيوة يا عم. واتفقتوا خلاص انكم هتتجوزوا؟ لا لسه يا عم. لسه؟ لكن ازاي الكلام ده؟ لا مش انت ابدا يا عادل اللي تعمل كده ابدا، مش انت اللي تكسر